هلا قل لي انت وين حاطط مصنفات وملفات الحرفيين؟ أنا نسقت هاي المصنفات من زمان. معناها هلا رح نرجع نطالعهم مرة تانية، ماشي؟ ليش؟ ليش ما سمعت؟ شكور آغا رجع مرة تانية، رجع لشخصيته القديمة. أنا بحمدك وبشكرك يا ربي، رجعت واجتمعت بالآغا، انتهت فترة عزلته. هلا قل لي وين الملفات؟ لازم يكونوا بالغرفة جوا. طيب رح دور عليهم. سعدو، شو عم تعمل هون؟ مو مهم ابدا. قلي لشوف شو كنت عم تقول له لاحمد من شوي. شو الشي اللي بدك اياه من مصنفات الحرفيين؟ لا ما في شي عليه القيمة. تعرف انه شكور آغا راجع على الشغل؟ تذكر هذا الملف وقررنا ندرسه. على كل ما في اي شي ضروري، ندرسه بعدين. يلا عن اذنك. عبد الله. ايه، شكور آغا رجع على عادته القديمة وما كتير عندي وقت لضيعه، لا تؤاخذني، أنا لازم روح. بل إذن أنا رايح. طيب الله معك. دير بالك من سعده ولا جيب سيرة الملفات قدامه. خلص ولا يهمك. يلا بشوفكن الصبح. تصبح على خير. تصبحوا على خير. شو لسه ما نمتوا؟ شو صاير معك يا زياد؟ بالأول كنت دايماً تحكي معنا، هلأ عم نتمنى تحكي كلمتين. اشرب كاسة هالحليب. نام علي شي؟ ايه نام شوي وراجعت لكم. ما رح تقعد؟ كتير انبسطت بشوفتك يا جوري، وعن جد خجلان منك. حتى لو سامحتيني ما رح سامح حالي. أنا لهلأ ما سامحتك، بس إذا أنت عطيت حالك فرصة لحتى تعيش من أول وجديد، وإذا ضليت جنبي وما تركتني، بجوز إني سامحك زياد. ما عم بفهم ليش عم تتحمليني، مع إنه الكل عم يهرب مني. أنت عم تبقي جنبي، بس كتير صعب نبقى سوا. شو هو الشي الصعب؟ يعني جيتي لهون مو صعبة، مو هيك؟ دايماً الشي الحلو بيكون صعب، بس مو هي القصة أبداً. أنت عم تغلط بحق حالك وبحقي. إذا خليتك تتحملي كل هالمشاكل معي، هاد بيكون الظلم بعينه. ما فيني خلي هالشي يصير. أنا زياد الحر. لما انسحب شكور آغا وترك كل شي، لقيت الميدان فاضي قدامي، واجا سعده حط أساسات الشغل من جديد، وهلأ خلصنا، رح يرجع كل شي مثل الأول. شكور آغا رجع فرض قواعده. ما بيفرق شكور آغا عن سعده بالنسبة إلي. أنا رجل قانون، ما بيهمني غير خدمة القانون. بعرف هذا الشي من دون ما تحكي. أوه ليك وهي اجتك المحامية. ما رح تتركك لحالك مشان تشتغلوا سوا. أوه حضرة المحامية، يا أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. ريحان. عن جد انه انت انسان مو طبيعي، ما تركت ولا كلمة ما قلت لي اياها وانا بالعطلة، وبتجي هلا بتتصرف ولا كأنه شي صاير. شو هالحكي هاد؟ أنا زعجتك؟ بشو زعجتك؟ ماني متذكر أبداً. ذاكرتك مثل السمكة، بس ذاكرتي منيحة. أنا بدي أشوف شكور آغا، بتعرف وين بيكون؟
من شوي حكى معي كان بجنينته. شكراً. قلت له لشكور آغا هي المرة مجنونة بس ما عم يقتنع. عبد الله، فيك تقلي مين منكم العاقل؟ طلع مثله. يا ربي أنا مالي غيرك تنجيني من هدول الناس. التليفون لحضرتك. تفضل. مرحبا رستم، أنا المحامي أحمد، بدي أحكي مع وليد أو محمود بيك. خليك معي على الخط، رح اخذ لهم التليفون. وأنا ناطرك. إن شاء الله ما يكونوا مشغولين. المحامي احمد على الهاتف. هات من شوف إيديك. شو بده. اهلين يا استاذ. والله فاتت الأمور ببعضها يا بيك. المشكلة كبيرة، صاروا عم يحسبوا حساب شكور، وكمان رجعت المحامية ريحان، يعني ما رح كون مرتاح بالشغل. على أغلب ماني قدران فيدكن لا أنت ولا محمود يا بيك. قلت لك يا استاذ من قبل ما بنقدر نحكي بهالامور على التليفون. ما بتقدر تعرف مين هو يلي عم يسمع المكالمة. بنحكي بالتفاصيل لما اشوفك. خد هات. هاد الزلمة بيضل متهور وما بيحسب حساب. عن جد نزل من عيني. بعدين مين؟ محامية شكور السابقة. قلت لي محامية كمان. شو هالحرص الزايد هذا اسمه مرض نفسي. كأنه العالم ما عنده شغل غير تراقب تليفونك. أنا من أول ما شفتك عرفت أنك مو مصدر ثقة أبداً. الرجل قانون قال. أكيد أحمد ما انبسط إنه ريحان رجعت على الشغل. هو كان ماسك كل الخيوط بإيده. هي المحامية اجت وقعدت على قلبه. معقول تصير تسبب لنا مشاكل؟ ما عندي شك بهالشي. ايه بسيطة. منعرض الصفقة على ريحان. هالحكي صعب شوي. هي البنت محامية، ولا تنسى انها بتعرف شكور آغا واخوه سعده، معرفة كتير قوية. معرفة قوية؟ كيف يعني معرفة قوية؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هي بتكون جوري بنت الزعيم. ما شاء الله عليها، عن جد كتير حلوة مثل أمها المرحومة، ربي يحفظها ويخليها لأهلها. أعطيني إيدك. ما بتتخيلي قديش انبسطت بشوفتك يا بنتي. يسلم إيديك. انتبهي على حالك يا خالتي. جوري اليوم كتير مبسوطة، رح يجي أبوها. يهنيكي برجعته. شكراً إلكن.
ليك وصل أبي. أهلا وسهلا فيك أبي. أهلين يا بنتي. أهلين. اشتقت لك. وأنا طمنيني عنك. يهنيك كيفك؟ برجعته. تمام. الحمد لله على سلامتك. شكراً. أهلا وسهلا. تفضل فوت على الخيمة. هذا الخروف كرمالك. أهلا وسهلا. تفضل على الخيمة، شرف. يعطيكم العافية. المحامية ريحان وصلت. خليها تفوت وانت ارجع على أنا شغلك. بأمرك. مرحبا يا سعدو. شو شكلك ما رح تسلم علي؟ ما بعرف إذا لازم سلم. شكلك نسيتي شو صار. على حد علمي آخر مرة زياد فتح عليكم باب الغرفة لما كنتوا سوا. لا تكون غيران. أكيد ما رح غار على وحدة مثلك. قصدك بلا أخلاق. هالكلمة ما لازم تطلع من تمك. يلا من هون. ها، لو كنت مكانك ما برجع لهون. رجعت مرت أخي من أنقرة. يا جماعة، الجد جبرائيل عم يدعونا ننضم لجماعته، وبما أنه هو ضيفنا اليوم استغل هذا الشيء لحتى يدعونا. بما أنه الكل مجتمع بهي المناسبة الحلوة، هي فرصة مستحيل تتكرر. حتى إذا بدنا نرجع بالتاريخ، مهران وطه أصدقاء زياد، هن بيرجعوا بالأصل لعشيرتنا. بالأصل نحن وعشيرة ديريجان أقدم عشيرتين بالمنطقة. تحملنا صعوبة العيش هون. ديننا ولغتنا وحتى حياتنا وثقافتنا هي وحدة، كنا عايشين بنفس المنطقة. وبمناسبة وجودي هون، وبالذات كون بنتي جوري متواجدة معي، أنا كتير حابب زيد أواصر القرابة بيناتنا. بشارة عمي زياد، العم صبري طلع من السجن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بأخي صبري. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. 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 الحمد لله على السلامة يا الله أخي. يسلمك. الله يسلمك. تعيش، الله يسلم عمرك. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله. تعال اقعد هون. هاي 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 هاي. زياد، زياد، أنت مستحيل تكون حدا سيء يا زياد. أنا بعرف الظروف يلي مرقت فيها، وبالحقيقة أنت مثلي تماماً. الحامي بيعني الأخ، والحامي بيعني الإنسان القريب كمان. أنا ما بقدر أكون أختك أبداً، مستحيل أقبل بهالشي. بتكون قتلتني يا زياد.
وهيك حضرة المحامي أحمد بيك، أنت لازم تعرف صديقك من عدوك بهذا العالم. على سبيل المثال رئيس غرفة الحرفيين، لسنين طويلة كنا كتير مفكرينه صديق، بالأخير شو طلع؟ باعنا بأول فرصة. ايه، ومنشكر الله اللي كشفه قدامنا. كأنك عم تتهم الكلك عبد الله. فهم علي يا أستاذ، ما فيك تتهم كل شخص صادق. هي أنت مثلا، أنت رجل صادق. تسلم تسلم. أنا بغلط معك بشي، بس الشي اللي عمله رئيس غرفة التجارة ما بينسكت عنه. يعني لو كان عنا شي شبقة بضاعي كان راح فورا وكبسه شي قتلة. بس أنت زلمة تبع قانون، ما بنقدر نقلك روح لعند الزلمة وكبسه قتلة، ما بتزبط. تعالوا خدني المسا سعيد. بأمرك أخي. تعال معي شوي يا سادو. شو بدك عبد الله؟ تعال معي رح خبرك، يلا. لا تشيل عيونك عن الباب، هلأ بس شوي ورح يطلع المحامي تبعك من الباب. ما فهمت شو يعني؟ هذا الشي بيعني أن المحامي اللي حاطط ثقتك فيه عم يبيعنا، وبتعرف لمين باعنا؟ لهوروز جيوغلو. ها، ليكو طلع. أكيد هلأ رايح لعند هوروز جيوغلو، بس ما في داعي تخاف، أنا ضحكت عليه، فيك تريح قلبك، هيك بنضرب عصفورين بحجر. ما فهمت شي يا عبد الله. الحقني خليني أشرح لك. في عندك رئيس غرفة التجارة والحرف، هو عم يعطي قروض لأصحاب الأراضي مباشرة، ووقت العالم شو رح تعمل؟ أكيد رح يدفعوا أقساط القرض. شو منفهم من هذا الكلام؟ ما رح نستفاد شيء أبداً. لهيك نحن لازم نخوف الرجال اللي عم يتمردوا علينا، ولحتى نحن ما يكون لنا أي علاقة باللي رح يصير بالسيرة. ونحن بهي الحالة بنضمن مكانتنا وتفوقنا على هوروزجي. ولهيك هذا المحامي رح يروح هلا لعنده ورح يقول له يقتل رئيس الغرفة، بس المحامي مو عرفان انه انا يلي بدي اياه يروح. خليه هيك مفكر انه عم يعمل معروف مع آل هوروزجي. بكفي عبد الله، ما فهمت شي. ايه، خليني ارجع اشرح لك. تعال، ما عاد عنا مشكلة انه نروح على المكتب هلا، ورح خبرك هونيك كل شي بالتفصيل. امشي امشي تعال. لك هاد شو جابه لهون؟ جن على الآخر؟ هلا بيشوفوه. رستم، المحامي أحمد جاي لهون، خليه يفوت بسرعة. تفضل. شكرا كتير. هاي المرة الثانية يا أستاذ، بالأول بالتليفون وهلأ إجيت. أنت بلشت تنزل من عيني. وليد الموضوع كتير مهم. بتخبرني جوا. اوه اهلين. مشكور. تفضل اقعد. مع إنه جيتك غلط، بس احكي شو عندك؟ مثل ما بدك بيصير. تمام، يلا روح. نفذ المهمة. لا تاكل هم. امشي.
طه، زياد شو عم يصير؟ لعبة جديدة من شكور، لحقني. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير، شو صاير؟ وصلني خبر هلا انه حاولوا يقتلوا رئيس غرفة التجارة والحرف، وهلا هو متصاوب. عن جد شو هالحكي؟ تسلم. شو بدك، نحن جاهزين. ما بدي غير سلامتكم. يا معلم، أنا كتير بعتذر منك، ما رح حابت فيك، بس بيتي وأرضي وحتى أهلي هن إلك. بظن بوجودك غيابي ما حيكون محسوس. لا تقول هيك، انت بس روح وجيب لنا الأخبار الحلوة. ما في داعي تهكى الهم العم جبرائيل، طول عمره من أهل البيت. طيب بالإذن. إذنك معك. بالإذن منكم. بالإذن. الله معكم. رايحين. ميسرة. زياد، شكلكم مسافرين مرة تانية. هالمرة تعودنا على غيابكم، بس أنا كل يلي بدي إياه منكم ما تزعجوا لنا ضيوفنا لو شو ما صار. بس هذا مو ضيف أبداً، هذا الضيف من أهل البيت. هي القصة. رح روح هلأ وارجع مثل كل مرة. زياد، اتركيه يروح. إذا قال بده يروح فرح يروح، ويمكن ما رح نكون هون بس ترجع. يمكن ما بقى أرجع لهون بحياتي، لأني ما بدي أزعج أبي مرة تانية. أبي انزعج من هذا الموضوع كتير، ما عاد فيني استنى أكتر من هيك. زياد، شوفك بعدين اختي. الله معك يا طه. الله معك طه. كان بدي اياكي تعيشي وانتي كان بدك تموتي. شفتي بعيونك ما قدرت ابقى حتى ولو يوم واحد ببيتي، وانتي سوزان بكفي بكك اليوم. إذا بدك تكون حياتك مليانة عذاب انتظريني، أنا رح أجي على العرس. انتظريني. شكور آغا، لوين رايحين هالمرة؟ لوين راح يروحوا؟ يا أما على المسبح، ها؟ يا أما على الكوافيرة. أنا عن جد رح جن يا زلمة، رح جن. معك حق أخي، طول روح بالك. من وشي. لا، ما شو هالحالة؟
شكور آغا عم يخون مرته مع المحامية بالوقت لما كانت مرته بأنقرة. معقول مرته كمان عم تخونه لما كانت بأنقرة مع سليمان؟ القصص فايتة ببعضها. لا مو معقول، مستحيل يكون سليمان بأنقرة مع مرت شكور. لو هذا الشي مزبوط ما كان أخي تركن عايشين. وينك يم الكعب العالي؟ دوبتي قلبي بصوته. لا تروحي من هون، أخدتي قلبي معك. ارجعي يم الكعب العالي، ارحميني وارجعي وابقي جنبي. خلص صرعتني بصوتك مثل الغراب العمى. نعم على قلبي يا زلمة. إذا بدك بغني لك شي تاني معلمة. خلصنا اعمل اللي بدك اياه. يا ربي شايف يا حالتي، ارحمني برحمتك. خلص خلاص يا لك خلاص بقى. رحيم. لك رح تخليني ارجع على أنقرة بسبب صوتك. شبك يا زلمة، والله جننتني. هن شعرتين ما عاد تعرف تحلون. مو الحق عليك، الحق علي أنا اللي عم غني بس مشان تكون مبسوط. خلص رح ضلني ساكت هيك منيح. اغا خير شو في؟ الاغا بده اياك. عم يقولوا قتلوا الرئيس تبع غرفة التجارة. قتلوا؟ لك شو هالسرعة هي؟ ايه طيب ليكني جاي. آغا جبرائيل، كان بودي أتعرف عليك من زمان كتير. نحن بشرفنا أنك تكون موجود هون ضيف عنا بعشيرتنا. قديش أنا كنت متمني إنه يكون الحاج علي موجود بيناتنا بهي اللحظة. الله يرحم الحاج علي. بتصدق كان كتير جاي عبالي اجي على أراضي الحاج علي وإني يكون ضيفه وأقعد أنا وياه ونحكي، بس هيك النصيب خلانا نجي اليوم على أرضه بيكون تحت التراب. إن شاء الله الأيام الجاية بتكون كلها خير سيد جبرائيل. مهران رجال قوي كتير، ونحن كلنا هون بنعتبره حامي عشيرتنا، ولازم يكونوا القرايبين جنب بعض بكل الأيام. مثل مو مهران عم يقدم لنا لازم نقدم له. هذا الشيء المزبوط، هيك الصداقات بتستمر. حالتك هلأ كتير منيحة، ضغط دمك طبيعي، ما عاد في شي يخوف. شكرا دكتور. مع قلبه شر. شكرا. ما على قلبك شر. شكرا زياد. معافى يا رئيس. شكرا إلك. الدكتور طمنا عنك وقال إنك منيح. يلا قوم بقى. بدك ما تؤاخذني بس ما فيني رد كلمة زياد. اليوم أنا خفت عليك. عملوا هيك لأنك ما كنت الشخص اللي بدهم إياه. هلا الأمور صارت واضحة، ما رح يتركوك تعيش مرتاح لأنك مو معهم، ولأنه العالم كلها بتحبك وما بتخترق قوانين العمال ولا بتاكل حقهم. هذا الشيء ما ناسبهم. أنا هلا تأكدت إنه أنت على حق ولازم نحط حد للي صار. أنا عندي قناعة إنه هدول الرصاصات مو إلك. هدول كانوا للعمال، كانوا للناس الفقرة، لهيك لازم يكون في عقاب. بصراحة أنا ما بعرف شو بدي أقول أكتر من هيك.
ما في شي بيعبر عن حالتي، بس أنا رح حاسبن. ما بظن إنك من اليوم ورايح رح تمنعني من إني أتصرف. طه، أنا ما فيني أقنع زياد، أنت احكي معه واقنعه. أنا ما رح أقدر أكون رئيس مرة تانية بعد اللي صار معي امبارح، بس أنا ما بدي لا زياد ولا غيره يتآذى كرمالي. لما بيصير الوقت المناسب رح يتعاقبوا على فعلتهم، بس أكيد مو هلأ. خلينا ننتظر ونشوف. يلي عم يقوله مزبوط يا زياد، وأنا كمان هيك رأيي. كل واحد منا له رأيه الخاص، وكل واحد بيعمل اللي بريحه. ماشي؟ إذا ما تصرفنا رح تكون النتائج مو منيحة أبدا، ورح يتأذى كتير ناس وما رح نقدر نوقفهم. أنت بتعرف هذا الشيء. لا تتركوا الرئيس أبدا. انتظرني حضرة الرئيس. زياد ابني. الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. شكرا لكم. الله الحمد معك لله يا هو ابني. منيح. انتبه على شوفكن. حالك. مع بالإذن. السلامة. مع السلامة. الله معك. خلينا هلا نروح على محل مهران ونذكره بالمراسم ونخليهم انه يشوفوكي انك منيحة لحتى يرتاحوا. مثل ما بدك بابا. حيدر ابني جيب لنا الاغراض معك. حاضر. يلا امشي. حطوا على الميزان. قديش هاد؟ 12 كيلو. 12 كيلو. يعطيكم العافية، شغلكم أهلا يفوق وسهلا، راسكم. شرفتونا. طمنونا أهلا عنكم، وسهلا انتم فيكم. مناح؟ أهلين يا أختي. أهلا كيفك وسهلا. يا يوسف؟ جيتك هي فرحتني كتير. شفتي يا جوري؟ قلت لك قبل انك رح تحبي الجو هنيك. بصراحة في مصلحة من وراء جيتنا لهون، قلنا يعني منيجي منذكركم بالمراسم. مثل ما بتعرفوا قرب الموعد. انبسطت فيكم. خلينا نفوت نقعد. تفضلوا. شرفوا تفضلوا لجوا. تفضلوا. تفضل. كنت متأكد إنه جو الضيعة رح يكون مناسب لأختي جوري. الحمد لله هلا بنتي صارت منيحة. لا تكبر الموضوع بابا، من الأول ما كان فيني شي. ايه ما حدا بيعرف قدي. هي كانت شوية كوابيس. شو بيعمركن ما شفتوا كوابيس؟ اكيد منشوف كوابيس، بس نحن مننساها ومنكمل حياتنا طبيعي. بس انت كانت تأثر فيكي. صار الوقت لنمشي جدي. نستأذن، بدنا نمشي. بما إنه أنتوا هلأ موجودين هون، أكيد بتكونوا تعبانين من السفر والبيت ليكوا قريب من هون. بتمنى أنكم تشرفونا اليوم على البيت. يسلم ايديك ابني مهران، بس نحن لازم نروح على الضيعة، لأنه أهل الضيعة ما اطمنوا على جوري بعد ما طلعت من المشفى. وأنا كمان اشتقت لهم كتير. بهالحالة الإصرار ما رح ينفع أبدا. شكرا إلك. معناها رح وصلكن على موقف الضيعة. لا ما في داعي تعذب حالك. لا ما في ولا عذاب يهمك أبدا. ولو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم أهلين. السلام. الله معك. لا هات خليك، لك كيس بتشكرك. ميسرة. شكرا. يلا اطلعي قدامي. الله معكم يكون يا معك زعيم. ويحميك يا ابني. ميسرة. شكرا. يلا الله معك. انتبهوا على حالكم. شكرا كتير. شو جايب لنا معاه؟ السلام عليكم. جبت لكم حالي. شو ما اشتقتوا لي؟ السلام وعليكم عليكم. السلام. وعليكم السلام. ليش ما اجيتوا الصبح احسن من هلا؟ منيح يلي ما ضيعت الطريق،
بعدين أحيانا الطريق بيكون خطر بالليل. الحمد لله مرت السفرة على خير. إيه ألف الحمد لله. قلت من شان لحق مراسم الزعيم جبرائيل. الكل مروا بالمراسم بس ما في أي أخبار منك، قاعد مبرد دمك. والله صار لازمك عروس ضروري يا ابني. خلينا نخلص من هالمراسم ومنحكي بعدين. نحن بهي الطريقة عملنا يلي ما قدر يعمله عبد الله، ليش لا نوسخ ايدينا وعبد الله موجود؟ إذا شكور أغا سمع مني رح خلي عبد الله يعمل شو ما بدي. كيف يعني؟ حسب ما فهمت منك هدول العالم ما بينمزح معهم أبدا، وشفنا بعيننا شو عملوا. بعدين كانوا شاهدين على كل شيء عملناه سوا. يعني فيك تفهمني نحن شو بدنا نعمل بهي الشراكة مع هدول العالم؟ هدول عبارة عن عصابة قتلة، بما أنه انفتح الموضوع لازم نحكي فيه هلأ. ما بيصير، هذا الشغل رح يخلص هون سعدو. هذا الزلمة مو بس بده يضرب عصفورين بحجر واحد، بده يضرب 3. وما بدنا ننسى انه هو محامي. ما بتمشي علينا هي القصة يا أستاذ، ما في حدا فيه يضحك علي. أعطينا دفتر حسابات البنك لحتى نتأكد من كم شغلة. سعدو شو عم يحكي هاد؟ خلصنا يلا هات. انت كتير مستعجل يا عبد الله، بركي بنقتل حدا تاني، مو هيك يا أستاذ؟ أكيد سعدو. يلا أعطينا الدفتر، شوف لي إذا موجود. الدفتر ليكو هون. خذوا كل شيء معه وخذوا إفادته كمان. ما بدنا إفادة عن الماضي، نحن بدنا إفادة عن المستقبل يا سعدو. يلا امشي قدامي بسرعة. لنشوف شو في معه مصاري. وأخيرا فات الدبور على المصيدة. شو هاد؟ شو هالريحة الطالعة منك؟ أنت محامي قد الدنيا. يا عيوني يا عبد الله، والله ما في حدا مقدرك بهالدنيا. أول دفعة 60 وتاني دفعة 40 ويلي بعدها كانت 80 و180 مليار على هاد الحساب وبالدولار. أنا شو بدي أحسن من هيك؟ قدمت له حياتي ومع هيك هو غدر فيني واشتغل من ورا ظهري. طلع بالزلمة هلأ مفتكر فيه يخدعني؟ اللي شو هذا اللي معك يا عبد الله؟ برافو عليك، معناتها أكيد هو اللي عم يقدم لهم شيء لحتى يعطوك كل هالمصاري. ايه أكيد طبيعي عم يقدم لهم شيء ضدك أنت وشكور آغا، لأنه شو بده فيني أنا؟ كلي على بعضي مو مستاهل. عم تفكروا بطريقة غلط. هالمصاري موجودة بحسابي مشان ادفع ونطلع كلياتنا من هي المشاكل. أنا عملت هالتضحية بس لحتى نخلص من زياد. سمعت شو قال؟ مين زياد يلي بدنا نخلص منه؟ لا إشي كذبة تانية تحاول تقنعنا فيها، ها؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.